بمعدل من سنتين كل يوم 3 مقابلات بتحكي عن الشامي. انا ما برد على حدا، وبده يطلع الكاتب الفلاني يتفلسف على انه هو الكاتب الخارق الحارق المتفجر لا 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 يلي هو بده يقيم كلماتي. طب انا وحياة الله نحن عم نساير بخبرية انه احنا عم نفهم ولا ما عم نفهم، انه انا فاهم انه انا مستفز لدرجة شامي متراجع سلخ ديو ولا طريقة فهي شو هلا انا بعرف بعض الجهات يلي عم بتديرها لبعض الصفحات الاعلاميه، لانه الحمد لله رب العالمين نحن عندنا الاعلام بحقه ليرتين ونص، بعضهم طبعا والنائم من كثير من الاعلام والصحافه، ولكن بعضهم هيك ليرتين ونص بينشروا وببلشوا بقى يكبوا ويضربوا لك بالتصنيف لانه في شركه معينه كبت ملايين لكون معه وما عم تعرف انا اكون معه، مش حكون معه، مش حكون. مش عم جمل يا الي والله وحياتك مش عم جمل انا الخبريه، بس انا يعني انا ما عبالي يكون حدا حد، بس فينن يحلوا عن سماي الكبار والصغار. خي ما بقى تحكوا فيه، لا اقولكم قصه ثانيه. حاسس حالي كثير ثقيل هلا، حياة امي اسف، حياة امي اسف. الحمد لله رب العالمين، الله يديم النعم، بس تعبتولي نفسيتي بسألتكم. او ما بقى عم بحب افتح لايف حاكي الجمهور، ولا عم بيجي عبالي افتح السوشيال ميديا حاكي جمهورك بحبه كتير. انا حدا بحب الناس، انا حدا بحب ربيت هيك رجال واجتماعي ولطيف، بحب الناس يعني ما واحد يكون. انا كنت مثلا طبعا تحية لجمهور تونس، بكون بتونس عم بعمل تور 4 حفلات سولد اوت، 5 حفلات سولد اوت مع قرطاج، وهن هون قاعدين عم بيحكوا شامي متراجع. لا مين انت وينك؟ كيفك؟ طمني عنك، بقى ارفع لي الو. وبس تعملوا هيك اجتماع انتوا بين بعضكم كلياتكم، تحددوا مين اللي طلعني وبو خبرونا خي. مش شايف شو له ميرسي بيبي، ميرسي انك طلعتني. بيكون في حفلة فيها شوية اولاد صغار يقبرني ربهم، انا مستعد اقضي عمري عم غني لهم، لانه هذا الجمهور اللي ما اكبر شوارب ما بيعرف يجيبه. اوكي، بتضووا عليه بالاعلام شهرين. حفلة امبارح ستارز اون بورد، كل العالم يمكن كان فوق ال 22 سنة،